أتسيني في محاولة عناوية أخرى لمصلحة الزعيم. هذه كرة عرضية من كاكو. الله يا رحيمي، قدم لا تعرف الرحمة. سفيان رحيمي يضع الكرة في المرمى بلمسة من كاكو، وصلت لسفيان. سفيان على الطاير، سفيان يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الأول له في هذه المباراة والهدف الثاني للزعيم، ما بعد أن حاول بالتأكيد في انطلاقة محاولته الأولى لكنها أتت بقدم عبد الرحمن أحمد. هذه المرة تأتي بقدم لا ترحم، يرسل كرة بشكل ممتاز، وهنا وصلت بالتأكيد للمكان الذي يتمناه سفيان. يا الله، واحد من أجمل الأهداف يا سفيان في مرمى البرتقالي. الهدف الثاني، العين يا سفيان لا يرحم والقدم لا ترحم. وفي هذه المباراة بالتأكيد سفيان يبدأ مسيرته في هذه المباراة. هدد وسجل بأقدامهم، والآن أتى الدور أن يسجل أيضا بقدمه في مباراة الليلة، وبالتالي يتقدم العين بالهدف الثاني. مباراة الانتصار أيضا لمنتخبنا الوطني ضد كوستاريكا. هنا كرة سفيان الله ينتظرون لابا، ولكن خلف ذلك يظهر سفيان في 3 مناسبات يسجل من خلالها الهدف الثاني لا في هذه المباراة، ولكنه هاتريك لم يحتسب لأنه اصطدمت الكرة في بداية الأمر في عبد الرحمن أحمد. كاد أن يكون الهاتريك لسفيان، يضع الهدف الرابع في هذه المباراة. يتقدم الزعيم بالهدف الرابع، يتقدم سفيان مرة أخرى ليضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثاني الشخصي في مباراة الليلة. يا الله، الزعيم بشهية منفتحة في هذه المباراة، بل في هذا الموسم، بل في كل اتجاهات هذا الموسم. يا له من زعيم، ويا له من سفيان، ويا له من هدف رابع للزعيم في هذه المباراة. إذا مباراة الانتصار أيضا لمنتخبنا الوطني ضد كوستاريكا. هنا كرة سفيان الله ينتظرون لابا، ولكن خلف ذلك يظهر سفيان في 3 مناسبات